طول عمري بحب الأعمال اللي بتلعب بالزمن، سواء بقى كانت بترجع لزمن معين أو لنقطة معينة في الزمن دوت، وتخليك تعيش نفس اليوم من جديد. عشان في كل مرة بتكتشف تفاصيل ما كنتش واخد بالك منها قبل كده، سواء بطل العالم اللي احنا بنشوفه أو أنت كمشاهد. فمؤخرا اتفرجت على أنمي سمر تايم ريدرينج، وخلينا افتكر فيلم ايدج اوف تومورو لتوم كروز. لو ما شفتوش فانصحك تشوف. الانمي ده بيخليك تعيش تجربة انك كل مرة بتموت ترجع لنفس اليوم تاني، ترجع لنفس اللحظة بنفس الناس بنفس المكان، لكن في كل مرة انت الوحيد اللي بتبقى فاكر الاحداث بس. وبدل ما موتك بيكون نهاية خلاص، لا ده بيبقى مجرد محاولة جديدة علشان تحاول تفهم ايه اللي بيحصل ومين السبب في اللي بيحصل وازاي تمنع اللي هيحصل. وصدقني ده واحد من اذكى وامتع اعمال الغموض اللي شفتها من فترة كبيرة. فانا مش جاي هنا ان انا الخص لك الانمي، لا، انا عايز احكي لك القصة بتاعت الانمي دوت بس بمنظوري يعني. لان لاحظت ان محدش اتكلم عن الانمي دوت خالص تقريبا، مع انه نازل ممكن بقاله سنتين او كده. وحتى تقييمه على موقع ام دي تقييم مش بطال، تقييم حلو جدا معدي فوق ال8. فبلاش اطول عليك ويلا بينا نخش في الاحداث. わしもループできるんじゃ。しもべえか。いってらっしゃい。 بنشوف بطلنا واللي هو اسمه شيمبي، هو جوه حلم غريب كده، وبيشوف بنوته جميله كده بشعر دهبي بتظهر في الحلم، وبتقرب له كده وبتكلمه كلام بصوت واطي جدا زي ما بتقول له يعني دور عليا او الحقني او حاجه زي كده. بس مره واحده بيقوم مخضوض من النوم، بس بيلاقي نفسه ان هو وقع كده على انسه كده بنضاره. هو هنقول وقع عليها وخلاص، بس زي ما انت شايف كده، وهي طبيعي بيحصل بتضربه بالقلم على وشه جامد. بس انا وانت او اي حد هيتفرج على الانمي في ساعتها هيحس ان بطلنا بيمسك وشه، بيحس ان هو مش اول مره يتضرب القلم دوت، حاسس ان هو حس موقف ده حصل له قبل كده، او حصل او هو شايفه او حس بيه قبل كده. خلاص الموقف بيعدي، وبعدين بيشوف بطلنا هو خلاص وصل للجزيره اللي كان رايح لها، وبيقابل كده بنوته سمرة جايه بالعجله كده بسرعه عليه وبتستقبله، بس ما بتلحقش تتحكم في العجله اللي هي سايقاها وبتقع في البحر. فخلاص هو بينقذها، وبعدين بيتكلموا طول الطريق، وبنفهم ان البنوته اللي بطلنا شافها في اول الانمي او في حلمه هي تبقى صاحبته، وكانت ماتت من كذا يوم. فعشان كده ده اللي خلاه انه يرجع للجزيره تاني. نعرف ان هو هاجر من الجزيره ديت اللي هو موطنه من سنين طويله، وراح عاش في طوكيو وسط البلد وكده. وده اللي خلاه يرجع، انها ماتت بسبب حادثه مأساويه حصلت من كام يوم، انها انقذت بنت صغيره من الغرق وماتت هي مكانها. وبعد كده بنشوف ان هو خلاص وصل للعزا، وبيشوف بقى كل الناس اللي كانوا يعرفهم على الجزيره ايام زمان والكلام كله دوت. فبيروح للجثه بتاعت صاحبته البنوته ديت. بس هو بيتفرج على الجثه مره واحده حس زي فلاش او حد بيصور بفلاش، بس كان كبير قوي وكان باين. فهو بيبص كده بسرعه وراه، لقى بنوته صغيره كده بس كانت ملامحها بارده جدا اكنها ميته كده. بس خلاص هو بيتجاهل الموضوع وبيمشي، لان بيجي ساعتها صاحبه بينط عليه وبيستقبله وبيقول له يا عم فينك من زمان وحشتنا والكلام الحلو ده كله. بس على طول صاحبه بيتكلم معاه وبيقول له ان اصلا مفيش تشريح رسمي حصل للجثه، وان الوحيد اللي شاف الجثه ديت هو يبقى ابويا، لان هو دكتور الجزيره هنا. وان الشرطه كتمت على الموضوع واعتبروه ان هو غرق عادي، مع ان في بصمات او في اثر خنق بانت على جثته. طبعا دي حاجه بتصدم بطلنا جدا، بس بيقول له نكمل كلامنا بعدين، او هتصل بيك انا بعدين عشان مش هنعرف نكمل كلامنا هنا يعني. بعدها خلاص العزا بيخلص، وبعد بنشوف بطلنا قاعد بيتعشى مع البنوته السمراء وابوها جوه البيت، وجوه عاديه خالص. بس فجاه بنشوف حد بيراقبهم بره البيت. تبقى صدمه اكتر لما بنشوف انها البنوته السمراء اللي هي المفروض قاعده معاهم جوه بتتعشى، واقفه بس ملامحها مختلفه جدا وبتبص على البيت جدا يعني من بره كده. بس بنشوف ان الشرطي او الضابط بتاع الجزيره ديت بيظهر وبيسالها بتعملي ايه بره البيت في الوقت دوت، احنا بالليل او كده. بس ما بنشوفش بعدها ايه اللي حصل. فبنشوف ان صاحب البطانه بيتصل بيه وبيعرفه بقى، بيقول له ان الحادثه اللي حصلت البنوته ديت مش حادثه عاديه، دي حادثه غرق زي ما الناس بتقول او زي ما اهل الجزيره فاكرين. لا، هم ابويا اثناء تشريح للجثه لقى ان في بصمات خنق باينه جدا على رقبته، بس هم بطريقه ما كتموا على الموضوع دوت وكده. محدش يعرف الموضوع ده كله غير الدكتور بتاع الجزيره اللي هو ابويا وابو البنوته اللي ماتت واختها. ودلوقتي انت اللي عرفت الموضوع. بطلنا لسه بيحاول يستوعب لسامعه، مش فاهم يعني مين اللي عايز يقتلها او هي ليه ماتت او
وكده. بعدها في اليوم اللي بعده بنشوف ان بطلنا نزل المطعم بتاع العيله اللي هو قاعد معاها ديت دلوقتي، وبيتكلم مع الناس وكل حاجه عاديه، بس بنشوف ان في راجل كده بيقرب عليه وبيقول له هو انت لقيت الست اللي انت بتدور عليها؟ بطلنا كده بيبص له باستغراب اللي هو انا مش بدور على حد او كده. قال له لا انت جيت لي وسالتني عن ست لابسه نظاره فانت سالتني عنها. بطلنا بيقول له لا انا ما سالتش بجد على حد، والراجل بيستغرب، حتى بطلنا بنشوف ان هو بيستغرب وبيسيبه وبيمشي وخلاص الموقف بيعدي. فساعتها الشرطي بتاع الجزيره بيبقى موجود في المطعم، بيقول كده خبر ان العيله اللي كانت عايشه مع البنت الصغيره اللي بطلتنا انقذتها مشوا وعزلوا من الجزيره بعد العزا امبارح على طول. بطلنا بيستغرب كده طب ليه اللي حصل كده؟ قال ما حدش عارف، هم راحوا لهم البيت ما لقوهمش هناك، ولقوا ان هم خلاص عزلوا وسابوا الجزيره كلها والبيت بتاعهم شبه فاضي يعني. حتى الظابط بيقول كلام غريب كده، بيقول اصلا البنوته الصغيره ديت من ساعه ما البنت ام شعر ذهبي او بطلتنا انقذتها وهي ما بقتش طبيعيه، بقت تعمل افعال غريبه وحتى بقت شبه خرصه، ما بتتكلمش مع حد ولا بتعمل اي تفاعل مع اي حد خالص. فالبنوته السمراء بتاخد بطلنا كده وبتكلمه بره المطعم كده، بتقول له ان هي شاكه في حاجه بس مش عارفه اذا كانت حقيقيه او لا، بس انا شفت اختي قبل ما تموت مرتين، يعني انا كنت واقفه جنب اختي وفي نفس اللحظه شفتها برضو على الشاطئ من بعيد. بطلنا كده بيستغرب، بس هي بتقول له فعلا انها شافت موقف زي دوت، كان في زي حاجه او انها سمعت من ناس زمان ان في اسطوره بتبقى اسطوره اسمها الظلال، يعني بقى في ظل ليك او حاجه زي كده. وهما بيكملوا كلامهم دوت او بيتناقشوا النقاش بتاعهم دوت، بيظهر زي راجل كده زي صياد، راجل كبير كده، وبيقول لهم يعني بيحصل دوت جديد على الجزيره، وده بقى ظاهره واسطوره معروفه من زمان واسمها مرض الظل. طبعا بيفاجئ كده من كلامه وبيبص له كده اللي هو انت بتقول ايه يا عم الحاج انت؟ بس هو بيقول لهم ان الكلام دوت موجود بجد ومعروف ان هو مرض الظل دوت حاجه موجوده جدا من سنين طويله جدا على الجزيره ديت. فكل اللي انت المفروض تعمله ان انت بتروح للكاهن، انت شاكك ان انت عندك المرض الظل دوت او شفت ظل، وهو زي بيخليك كويس او بيشيل اللعنه من عليك او حاجه زي كده. بس انت لو شفت الظل بتاعك فتقريبا انت ميت لانه هيموتك بسرعه، فما لحقتش تروح للكاهن وان هو يحرر الظل ده من جواك. البنوته السمراء بتخش في الموضوع بتقول ايوه فعلا انا جدتي وانا صغيره كانت بتحكي لي كلام من موضوع الظلال دوت، وان انا لو عايز اطهر نفسي من موضوع الظلال دوت المفروض اروح للكاهن اللي على الجزيره وهو يخلصني من الظل اللي موجود جوايا او حاجه زي كده. ساعتها بتفتكر حاجه وبتقول ان قبل الحادثه او الغرق بتاعت اختي ديت انا شفت اختي قبل الغرق ب3 ايام نسختين منها، نسخه اختي الحقيقيه ونسخه تانية، وحتى اختي ذات نفسها شافت نسخه ليها. احنا بنشوف بطلنا ان هو مستغرب من الاحداث كتيره اللي ظهرت مره واحده ديت، فخلاص بيتفق مع البنوته السمراء بيقول لها طب ايه رايك نروح المعبد نقابل الكاهن ونعرف كل الكلام دوت. فبنشوف ان هم بيوصلوا فعلا للمعبد، بيخبطوا على باب المعبد بس ما فيش حد موجود او المكان فاضي شبه مهجور، بس بيكسر الهدوء بتاع المكان دوت بصوت ضرب نار حصل. في ثواني كده كل بيجري ناحيه مصدر الصوت، وبنشوف بطلنا ان هو وقف بسرعه مصدوم من المشهد اللي شافه لما بيلاقي الانسه المنضاره اللي كانت معاه في المركب اول لما ظهر وشفناه مضروبه كده بنار وواقعه كده. فبطلنا بيجري عليها بسرعه وبيقرب منها وبيقول لها هو انت كويسه؟ هي بتشده ناحيته كده وتقول له بصوت واطي كده الحاجه اللي موجوده في الجزيره ديت هي، وما بتلحقش تكمل كمان لان في رصاصه تانيه بتيجي في نص راسها حرفيا وبتموت. بطلنا كده بيلف وراه وهو مرعوب او مش فاهم ايه اللي بيحصل، ما بيلاقي وراه البنوته السمراء ماسكه برده البنوته السمراء وحاطه على راسها مسدس، تقول له انت مش عارف اي حاجه اللي بيحصل. تقتل البنوته السمراء اللي هي هنقول الاصليه مثلا، بتوجه المسدس ناحيته تضربه بالنار في دماغه. نشوف ان بطلنا مات. بس لا انا ضحكت عليك بصراحه. بطلنا بيلاقي نفسه ان هو بيصحى تاني في نفس المركب وهو برضه بيتنطر كده على الست او الانسه المنضره اللي قدامه في المركب، بس المره دي هي بعد ما بتضربه بالقلم بتحس ان هو زي مفزوع او مش فاهم اللي بيحصل، فبتقول له انت كويس؟ فبيقول لها يعني هو انت اللي كويسه يعني؟ فهي بتستغرب من كلامه اللي هو بتقول ايه، فبيقول لها هو انت اتضربتي بالنار قبل كده؟ طبعا هي بتشوفه عبيط ومجنون ما بتعبروش وبتسيبه وبتمشي حرفيا. فهنا البطل بيطلع موبايله ويبص بيلاقي ان هو نفس تاريخ اللي وصل بيه دي هنا الجزيره، نفس اليوم بنفس الساعه بنفس كل حاجه، وهو مش فاهم اي حاجه. حتى لما بينزل من المركب وبيروح للجزيره بيحصل قدامه نفس الحاجه، ان برضو البنوته السمراء بتجري بالعجله وما بتعرفش تتحكم فيها فبتقع في الميه. بس قبل ما هي بتقع بطلنا بياخد باله ان فرامل العجله بتاعتها مقطوعه. حتى احنا هنا كمان بناخد بالنا ان بطلنا معاه كتاب كان شايله في ايده من الاول، بس هو هنا ظهر الكتاب واتكلم عنه ان هو اسمه كتاب الظلال، وان هو المؤلف الكتاب دوت هو شخص بيحبه جدا لانه مولود في الجزيره ديت. الكتاب بيتكلم عن شخص عيلته وكل الناس اللي موجودين في الجزيره بيحاولوا يجروا وراه وهو مش فاهم ايه السبب، بسبب حاجه اسمها الظلال. هنا بطلنا بيقرر ان هو يتعامل مع الموقف عادي دلوقتي لحد ما بيفهم ايه اللي بيحصل. بيروح برده العزا وبيحصل نفس اللي حصل. حتى لما بيجي يبص على القصه بتاعت صاحبته اللي ماتت بيلاقي برده ان الوميض او الفلاش اللي بيحصل حصل تاني برده، وما بيبص
وراه بيلاقي نفس البنت الصغيره بملامح ميته. افتكر ان البنت ديت بعد العزل المفروض انها هي وعيلتها هيهاجروا من الجزيره ديت. وبنشوف ان هو برضه راح البيت وهم قاعدين بيتعشوا هو البنوته السمراء وابوها. بس ساعتها احنا بنشوف ان البنوته السمراء اللي هو الظل الغريب اللي كان واقف قدام البيت وهما بيتعشوا، وهي قابلت الضابط وسالها انت بتعملي ايه هنا، بنشوف انها موتته في اللحظه ديت. وبنشوف ان في فلاش زي طلع منها ونسخ الضابط دوت وخلاه الظل هو كمان. فبنبقى عرفنا ساعتها ايه اللي حصل. هو الفلاش دوت ما بيطلع من ظل او كده بينسخ الشخص اللي قدامه ويخلي الحقيقي يختفي ويبقى مكانه هو الظل. ساعتها بنشوف ان بطلنا كل دوت كان واقف اصلا بره البيت وشاف اللي بيحصل وشاف الشرطي او الضابط الجزيره هو بيموت. بس ساعتها موبايله بيرن حرفيا في اسوأ لحظه في حياته. فالظلال ديت بيسمعوا صوت موبايله وبيروحوا عليه وبيخلصوا عليه في اسرع من الهواء. بس قبل ما يخلصوا علينا او هو بيطلع في الروح، هو خلاص هو في دماغه عرف اللي بيحصل، عرف الفلاش اللي كان بيشوفه في الجنازات على طول. كل ما بيجي يبص لجثه صاحبته بيلاقي البنت الصغيره، وعرف الاشخاص ازاي بيختفوا بعد ما حد بيصورهم بفلاش. شاف كل ده قدام عينه. بس بطلنا ما بيموتش طبعا زي ما احنا خلاص عرفنا، هو بيصحى تاني من نفس اللحظه بتاعه المركب. فهنا بطلنا اول ما بيصحى خلاص هو بقى عارف اللي هيحصل، فبيبقى في دماغه حاجات هو مرتبها. العجله اللي المفروض البنوته السمراء فراملها المقطوعه، واللحظه اللي الضابط فيها ظهر قدام بيته ومات فيها. فهو عايز يمنع الحاجات ديت ويشوف ايه سببها الرئيسي بتحصل من اول فين. فاول حاجه اتجه ليها ان هو يمنع الشرطي ان هو يروح للبيت بيبقى عنده في نفس الوقت اللي حصل فيه او اللي قابل فيه البنوته السمراء الظل بتاعها. فبيكلم الشرطي وبيبلغه ان في جريمه، وهي جريمه وهميه حصلت عشان يمنعه ان هو يروح في نفس المكان دوت في نفس الساعه ديت. هنا بصراحه عايز اقول لك على حاجه، ان هنا بنلاقي تغيير بقى في الانمي. اللي هو من شويه كنا بنشوف ان البطل زيه زينا بيتابع الاحداث وعارف كل حاجه مش فاهم اي حاجه. دلوقتي احنا بنشوف ان هو بيبدا يخترع او هو اللي يغير الاحداث اللي بتحصل في الانمي او في العمل بتاعنا. فهنا بتبدا المرحله الاحسن اللي انا بشوفها بصراحه. تاني حاجه بطلنا بقى بيعملها ان هو بيروح في نفس الوقت اللي ظهرت فيه البنوته السمراء وهي بتموت الشرطي، وبيحط موبايله بيسجل لها فيديو، بيسيب الموبايل لحد تاني يوم. فلما بيراجع الفيديو بيلاقي ان البنوته السمراء اللي هو الظل بتاعها ظهر قدام البيت، وهو بيتبص للبيت وفي ايدها سكينه. فهو خلاص بيعرف كل ده، فبيروح للنسخه الاصليه البنوته السمراء النسخه الاصليه وبيوروا لها الفيديو دوت. فهي بتصدم وبتقول له لا ده مش انا بجد، انا متاكده عمري ما اعمل حاجه زي دي. فهو بيقطع كلامه بيقول انا عارف. فبيحكي لها عن كل حاجه وعن الجزيره وان هو بيصحى ومش عارف ايه والكلام ده كله. هي بتستوعب الكلام بسرعه وبتبقى مصدقاه. بتقول له فعلا الناس سمعت عن ظاهره الظلال ديت، وحتى اختي برضو شافت الظل بتاعها قبل ما تموت ب3 ايام. فهو ان بطلنا بيفتكر حاجه او بيلاحظ حاجه، ان انت ممكن ان لما بيظهر الفلاش دوت معناها ان انت حد نسخك وخلاك ظل. فممكن تتنسختي في العزا في الوقت اللي انا شفته فيه الفلاش طالع من البنوته الصغيره. فليه ما نروحش بيتهم ونعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ اكيد البنت الصغيره ديت وراها حاجه كبيره جدا. بطلنا بيروح البيت بتاع البنوته الصغيره وبيخبط، فما فيش حد بيفتح له. بس لحسن حظه بتظهر ست كبيره تقريبا كانت شغاله في البيت ده وكده. فبتقول له انا معايا المفتاح من ساعه ما العيله عزلهم النهارده وامبارح، فانا معايا المفتاح. وساعدته ان هو يخش على البيت او كده. فبيخش بيلاقي كركبه في البيت مش طبيعيه، وحتى ما بيبص على الارض بيلاقي زي المكان اللي بيظهر لما الظل بيموت حد وبياخد نسخته منه موجود مطبوع على الارض، بقى للجثتين 2. فبيفهم كده ان في حاجه حصلت هنا وان في ظلال كانت موجوده هنا. فبيقعد يدور في البيت اكتر لحد ما بيظهر ظل شكله غريب وبياخد شكل البنت الصغيره. بتقول له ان انت عارف الحاجات دي كلها منين، ولسه هتهجم عليه. بس لحسن حظه بتظهر الست الكبيره دخلته البيت وبتقول له لقيت اللي انت كنت بتدور عليه او كده. فبقول له خلاص، وبيسيبوا البيت وبيمشوا. هلا بطلنا لما بيخرج من البيت ما بقاش عارف ايه اللي بيحصل كل دوت، بس هو عارف ان في شخص لو دور عليه هيقدر ان هو يديله كل الاجابات اللي هو عايزها ديت، وهي الانسه المنضره. لانه عارف ان او حاسس ان الست ديت عندها اجوبه ليه. فبيبدا يدور عليها في كل الفنادق اللي موجوده في الجزيره هنا لحد ما بيوصل لفندق بيقابله راجل وبيقول له إيه ما لقيتش ست بنضاره او كده. بيقول له ما كانت موجوده هنا ومشت من شويه. فانا بطلنا بقى بيبص لوش الراجل دوت بيفتكر ان هو الراجل اللي كان موجود في المطعم وكان بيقول لبطلنا لقيت الست المنضاره او الانسه المنضاره اللي انت كنت بتدور عليها. هو انا بدا يجمع الخطوط اللي بيحصل دوت بيحصل له من زمان، او الدوره الزمنيه اللي هو فيها ديت موجوده من زمان. فهنا بطلنا بيتصل بصاحبه وقابله على الشاطئ بتاع الجزيره وبيحكي له عن كل حاجه، ان هو الدوره اللي هو فيها ان هو بيموت وبيصحى والحاجات ديت، وهو عارف ان صاحبته ما ماتتش بالغرق وان في حد موتها في الخنقه وكده.
فصاحبه خلاص بيستوعب الكلام بسرعه، وبنشوف ان هما بيتفقوا على خطه يعملوها المفروض انها تحصل. بس صاحبه بيصدمه ونقول له ان بكره اصلا هو يوم المهرجان الصيني اللي بيحصل في الجزيره دي، ان صعب ان احنا ننفذ اي حاجه في الوقت ده وفي اليوم دوت بسبب ان اهل الجزيره كلهم هيبقوا مجتمعين. بيجي تاني يوم وخلاص بيتجمعوا بطلنا وصاحبه والبنوته السمراء، بتظهر كمان تانية بنوته بشعر احمر وبنعرف انها اخت صاحبه، وهو بيتفقوا ان هم لازم يقابلوا الكاهن النهارده عشان يحكوا له او نحكي له على كل اللي بيحصل دوت، وهو اكيد عنده اجوبه وهيساعدنا. بس بسرعه بطلنا بياخد باله ان في بنوته بشعر دهبي بتجري بسرعه جدا، فلما بياخد باله من الموقف دوت بيجري، بيفضل يجري وراها لحد ما يوصل الشاطئ بتاع الجزيره، وبيلاقي ان هي البنوته ام شعر دهبي اللي ماتت اصلا، المفروض انها ماتت والمفروض ان احنا بنعمل كل دوت علشانها. بقى واقف مصدوم مش مصدق، وهي بتقول له انا ما اعرفش اذا كنت انا الاصليه او الظل. بس بطلنا بيستوعب انها ظل، هي مش الحقيقيه، بس المشكله ان هي شكلها يعني طيبه ومش عدوانيه زي بقيه الظلال اللي ظهرت لحد دلوقتي. فهي بتاخده من ايده وبتقول له يلا نرجع لباقي اصحابنا اللي موجودين في المهرجان او كده. فبطلنا بيقول لها نرجع لمين؟ مش ناقص مصيبه، انت اصلا المفروض ميته دلوقتي، ارجوكي خليكي هنا وانا اروح نخلص الخطه اللي احنا متفقين عليها وارجع اشوف هعمل ايه معاك. بس بنشوف من بعيد ان البنوته السمراء او الظل بتاعها كان بيراقب كل اللي بيحصل دوت، وكان عارف ان الظل بتاع بطلتنا موجود لسه موجود وما ماتش مع النسخه الاصليه. فبنشوف ان بطلنا وصل لاصحابه، وهو اثناء ما هم بيتكلموا او بيدوروا على عايزين يدوروا على الكاهن ويحكوا له اللي هنعمله او ايه اللي بيحصل، بنشوف برضو ان بطلتنا ما سمعتش الكلام وبتظهر، كلهم بيبقوا مصدومين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل او كده. بس بنشوف بطلنا ان هو ماسك نوتة بشعر دهبي جامد وكأنه هيخنقها، فكله بيستغرب هو ايه اللي بيحصل. فهنا تعالى ماخدك 10 دقايق لورا وفهمك هو ايه اللي بيحصل. بنشوف ان بطلنا لما ساب البنوتة بشعر دهبي وخلاص راجع لاصحابه، ظل البنوتة السمراء دوت كان كل دوت بيراقبه ومسكته وطلعت منه نسخه، والنسخه ديت جمعت عنه حرفيا كل حاجه، ذاكرته معلوماته كل حاجه، وما كان متفق معاها على اصحابه. بس ما بيقدروش ان هم يقتلوه عشان عارفين ان هم لو قتلوه هيرجع تاني وان هو يمنع كل دوت، فبيسيبوه عايش وبيكتفي بس انها بتكسر دراعه، وبتقرب منه كمان ظل البنوته السمراء دوت عشان تكسر رجله كمان عشان ما يقدرش يتحرك. وهي بتقول له ان احنا بنعمل كل دوت عشان امنا خلاص لازم هتصحى من النوم، وان احنا بنعمل كل ده عشان نرضيها. طبعا بطلنا مستغرب، بس اثناء كل دوت في طلقه بتيجي في دماغ الظل دوت وبتنقذه. بنبص كده بنلاقي ان هي الانسه ونضاره ديت هي اللي بتنقذه، بس طبعا عشان هو ظل ما بيموتش وبيجري على الانسه المنضره ديت عشان يخلص عليها هو. بس في الاثناء ديت بنشوف ان الانسه المنضره ديت بتوجه سلاحها على الظل اللي موجود على الارض، وما بتقتله بنشوف ان الظل بيموت مره واحده، يعني هو ما ماتش من الجسم الاصلي، لا هو مات من الظل اللي موجود على الارض. فبنشوف ان الجزيره بقت زي فوضى شويه كده، وساعتها بنعرف او بنشوف ان الانسه المنضره ديت بتعرف تفرق بين الظل او بين الانسان الحقيقي. فبطلنا هنا بيبقى مستغرب وطبعا عايز يسالها ايه اللي بيحصل. انا عارف انت كمان مستغرب زي بطلنا، فتعالى كده احكي لك ايه موضوع الظلال او بيشتغل ازاي او ايه اللي بيحصل. فهحكي لك. اول حاجه الظل بيعملها وهي اسمها المسح، يعني ان هو في ظل موجود اهوت زي ما شفنا ظل البنوته السمراء بيطلع فلاش او اللي هو اللي بيحصل دوت، وبيصور بياخد نسخه من جسم حد تاني. يعني بمعنى اصح الفلاش دوت بيعمل عمليه تصوير كامله للشخصيه الاصليه، تمام. بعد كده بننتقل للمرحله التانيه وهي النسخ. لما الظل دوت بيطلع خلاص لازم يعمل نسخ، فالنسخ دوت ان هو بيقدر ياخد كل ذكريات او كل الحاجات اللي موجوده جوه الشخصيه الاصليه بذكرياته بمشاعره بكل حاجه، حتى نفس صوته كل حاجه حرفيا. تالت مرحله ان هو يزيحه او القتل، ان هو لازم يموت او يشيل من قدامه النسخه الاصليه ديت، وان هو بمجرد ما بيقتلها بتختفي تماما من الوجود، بيبقى هو الاصل دلوقتي. ورابع حاجه واللي هي الذاكره، ان هو يا جماعه بياخد الذاكره بكل حاجه، اللي هو باسورد الموبايل، الخزنه، اي حاجه انت كنت متفق فيها، اذا كانت كلمه سر او اي حاجه هو خلاص دلوقتي بيعرفها. وده اللي الانسه منضره هي اللي حكيته لبطلتنا، واظن انت فهمت، يا رب تكون فهمت زي ما بطلنا فهم يعني. فهنا هو بطلنا بيطلب من الانسه المنضره دي انها تيجي معاه ينقذوا اصحابهم، لان اكيد نسخته موجوده فوق عند اصحابه. واول ما بيروحوا هناك هم حرفيا بيلاقوا المكان كله عباره عن بركه دم، وهم كل اصحابه خلاص اتبخروا وماتوا كلهم، خلاص بقوا مش موجودين. بس بيظهر كده ظل غريب حرفيا كده،
شكله مش زي اللي احنا شفناه قبل كده، لا هو عنده 4 اذرع. يعني انت بتشوف بعيد كده شبه فور ارموس كده اللي هو بتاع وحش من وحوش بنت تن كده، بس شكله مرعب قوي. بس بنشوف ان الانسه بنضاره بتتجاهل كل ده وبتطلع سلاحها وبتفضل تضرب طلقات كتير جدا في الوحش دوت. بس حرفيا بنشوف ان هو ما بيتاثرش بولا حاجه من اللي اتضربت عليه ديت. بس بنشوف ان الظل دوت بيروح لبطننا وبيمسكه كده وبيركز في عينه، بيستغرب ان عنده عين غريبه او لونها غريب. بيقولوا ان العين ديت بتاعت امنا، هي بتعمل ايه في جسمك؟ وبقى فعلا مستغرب ومش فاهم هي موجوده في جسمك بتعمل ايه. بنشوف كده ان الوحش الظل دوت بيبص للسما وبيقول لها او بيندى على امه. وبنشوف كده ان في بنوته صغيره بتظهر في السما كده وحواليها زي هاله كده غريبه، وبيقول لها ان هي دي امنا او كده، مع انها شكلها بنوته صغيره. بس لما بنيجي نركز في عينها بنلاقي ان عينيها حمراء، مع ان بطلنا عينه اللي هو المفروض تبقى عين الام ديت عينها زرقاء. مبقاش فاهمين ايه اللي حصل قوي يعني. وهنا الوحش او اللي هو الكبير دوت بيقول للام اللي في السما ديت خلاص احنا قربنا نخلص كل الترتيبات عشان انت تصحي وتقدري تكوني معانا دلوقتي. وهنا الانسه المنضره بتفضل تضرب برضو الوحش دوت بطلقات لحد حرفيا لما بتخلص عليه كل الطلقات مبقاش معاه غير طلقه واحده بس. فهنا بطلنا بيقول اللي انت بتعمليه ده كله ملوش لازمه، الطلقه اللي موجوده ديت اضربيني بيها او اقتليني بيها. فهي بتبقى خلاص مش فاهمه هو بيقول له ايه او مش فاهمه ايه اللي بيحصل. وهنا البنوته ام شعر ذهبي اللي هي بطلتنا بتتدخل وبتمسك تثبت الوحش الكبير ده وتحاول تثبته لحد ما الانسه المنضره دي فعلا تقتل بطلنا. بس قبل ما تقتله بتبص له كده بتقول له لو انت فعلا عارف او عندك اجابات او فاهم اللي بيحصل دوت، اول ما تصحى تاني دور عليا. وبتضربه بالنار فعلا. فهنا بطلنا صحى لرابع مره. طبعا انت فاكر ان هو صحى في المركب وصحى برضه وقع على الانسه المنضره ديت، لا بطلنا بيلاقي نفسه ان هو صحى وهو ماشي مع البنوته السمراء وهي ماسكه العجله في نص الطريق رايحين العزا. يعني الاحداث جرت منه خالص. فبطلنا بيكتشف ان هو مش عنده عدد لا نهائي من الصحيان للكلام اللي كان بيحصل ده، لا هو عنده عدد محدود، ان هو كل ما بيموت كل ما هيصحى في وقت متأخر لحد ما يوصل لمرحلة معينة ان هو مش هيصحى فيها تاني خالص او مش عارف ينقذ ما يمكن انقاذه تاني. اثناء اللحظة دي بنشوف ان الانسة المنضرة بتروح العزا قبل ما بطلنا يوصل، تسأل كده ناس من الموجودين او بالاخص بتسأل ابو البنوته اللي غرقت ديت، تاخده على جنب كده بتساله هو ايه اللي حصل بالظبط. هو بيبص لها كده ويقول لها ان بنتي ما ماتتش غرق زي ما بيقولوا، هي ماتت مخنوقه او كده. وحتى الشرطه كتمت على الموضوع والناس اللي في الجزيره هنا ما بتعرفش الحقيقه. ودوت زي حادثه حصلت من 14 سنه اللي كان ولد صغير لقوه ميت في الجزيره. وبرضه الشرطه والناس اللي موجودين كتموا على الموضوع وقالوا ان هو مات موته طبيعيه. فبتيجي كده واحده كده ست كبيره بتبقى صاحبه الانسه ديت كانت عارفاها من زمان وبتستقبلها كده وبتسلم عليها. بس بنشوف ان الانسه المنضره ديت بتبص على الارض بتعرف ان هي ظل مش هي صاحبتها الحقيقيه. وبتبص تاني وراها بتلاقي ان بنتها هي البنوته الصغيره اللي هي بنعرف ان هي اساس الظل دوت او اللي هي بدات الظل دوت. فانا بنشوف ان الانسه المنضره دي ابتدت تفهم الدنيا وبتروح تقابل الراجل العجوز الصياد اللي شفناه ظهر في الاول، تبدا تتكلم معاه وبتحكي له كل اللي حصل وانها شافته في العزا او كده. فبتقول له ان البنت ما ماتتش غرقانه اصلا، هم لقوا محاوله قتل زي اللي حصلت من 14 سنه قبل كده وبرضه يتكتموا على الموضوع وكده. بتدي له موبايل وبتقول له ان في حد هيكلمك على الموبايل دوت وصلني بيه اول ما يكلمك عليه. فبنرجع تاني بنشوف ان بطلنا لما وصل للعزا بيبدا يسال على حاجتين اتنين بس. هل حد عارف البنت اللي ماتت ديت ماتت الموتة الحقيقية ماتت فيها ازاي؟ انا مش الغرق. والسؤال التاني اللي هو لقى ليه الاجوبه ان هو حد شاف انسه لابسه نضاره. فدوت في شخص قال له هي فعلا كانت موجوده هنا من شويه وسابت رساله وقالت انت اول ما تشوف الرساله ديت لازم هتكلمها. فبطلنا بيشوف رساله وبتطلع رساله مشفره فهو بيحاول يفكها وفعلا قدر ان هو يفكها. وبيتصل بيلاقي ان الصياد هو اللي بيرد عليه وبيقول له انت مين؟ فبيقول له انا لقيت الرساله المشفره ديت بحاول اوصل للانسه المنضره ديت. فبنشوف ان الصياد كل ده كان بيراقبه من بره بسلاحه اللي هو اللي فيه المنظار دوت بيوجهه عليه. ونشوف ان هو الصياد ده بيضرب عليه نار بس كان بيضرب على الظل اللي في الارض مش على الشخص الاصلي. فمن ساعتها هنا بيتاكد ان هو مش ظل وان هو شخص حقيقي. فهنا الصياد خد بطلنا وراحوا قابلوا الانسه المنضره. بس الصياد بياخد باله بالكتاب اللي في ايد بطلنا
فمن ساعتها بيقول له انا عرفت ازاي انت قدرت تشفر الرساله اللي هي سابتها لك، لان انت قريت الكتاب دوت فعرفت تشفرها ازاي، لان اللي واقفه قدامك دي تبقى هي مؤلفه الكتاب دوت. طبعا بطلنا بيستغرب من دوت ان هو الكتاب المفضل بتاعه تبقى انت كل دوت المؤلفه بتاعته. فهنا بطلنا بيحاول يفهم العريسه المنضره ديت ان هو انت قبل ما انا اموت الموتة الأخيرة أنت قلتي لي إن أنا لما أرجع أعيش تاني إن أنا أدور عليك. وبيوريها ورقة في إيده إن هو ما عندوش عدد لا نهائي من الموتات أو كده، إن هو وقته بقى محدود. فهنا بتقول له أنت بترجع بالزمن أو مسافر عبر الزمن يعني. تمام تمام. فأنا بطلنا بيستغرب أنت عارفة الموضوع ده أو كده. بتقول له لأن أنا عشت الظاهرة ديت من 14 سنة لما أخويا مات في حادثة زي ديت حصلت برضو بأشخاص متنقلين بالزمن. وهنا الانسه المنضره ما بتقدرش تكمل بقيه التفاصيل لان بتقول له انا خايف احكي لك عشان لو انت اتسخت بطريقه ما او كده محدش يعرف انا بخطط لايه او كده. وساعتها بيتفقوا ان هم هيروحوا البيت بتاع عيله البنوت الصغيره لان اكيد الاجوبه موجوده عندهم. وهم بيروحوا البيت دوت بنشوف ان بطلنا بيبقى مستغرب وبيسال الراجل العجوز اللي هو الصياد. دلوقتي الانسه المنضره ديت شكلها هادي جدا وكيوت يعني. قبل كده لما كنت شفتها كانت بتعرف انها تقاتل وعندها مهارات قتاليه جامده يعني. فازاي كل ده؟ قالوا بكل بساطه لان اللي انت شايفها دلوقتي ديت هي نسختها الحقيقيه، لان هم عايش جواها نسختين، نسخه اخوها اللي مات من 14 سنه وده روحه او حاجه زي كده اتنقلت جواها فبقوا الاتنين عايشين سوا. فلما بتلاقيها سابه شعرها زي دلوقتي بنعرف ان هي الحقيقيه، هي نسختها الحقيقيه. ولما بيكون تيجي تربط شعرها بنعرف ان اخوها هو اللي بيصحى ويبقى عنده هو المهارات القتاليه او كده. فبنشوف انها دخلت ربطت شعرها واستعدت بقى خلاص ودخلت البيت عشان تستجوبهم كلهم وبتتخلص على الاب والام اللي هم ظلال مش حقيقيين، لحد ما بتقدر تمسك البنت الصغيره اللي هي الظل تحاول تستجوبها اللي هو انتوا بتعملوا كل ده ليه او انتوا عاوزين ايه. فالبنت كده بتبص لها بتضحك كده بتقول لها ان ده اخر صيف لينا خلاص موجود على الجزيره هنا، وبعد كده هنرجع لبيتنا الاصلي وهنقدر ان احنا نصحي امنا. تسكت بعدها وبتفضل تضحك وبترضاش تتكلم. فخلاص الناس المنضره دي بتخلص عليها لان خلاص هي ما عادش ليها لازمه. فبطلنا بيرجع على البيت وبيحاول بقى خلاص ان هو يستعد هيعملوا ايه بعد كده. بس بتصدم اول ما بيخش البيت وبيلاقي ان البنت اللي شعرها ذهبي المفروض انها غرقت موجوده جوه البيت. فبقول لها انت بتعملي ايه هنا وكده. بتقول له انا جيت ان انا احذرك لان في زي كارثه هتحصل كمان يومين على الجزيره. بما انها ظل فهي كمان بتقدر انها زي ترجع وبتعرف الاحداث او كده. فبطلنا بيقول لها خلاص انا عارف كل اللي هيحصل دوت وانا عشت دوت قبل كده وكل ده انا عارفه. فبيطلعوا الاوضه واول ما بيطلعوا الاوضه بيظهر الظل بتاع البنوته اللي هي السمره ديت وبيحاول ان هو يخلص عليهم. فبنشوف ان الانسه المنضره كانت كل ده مراقبه الوضع من بره البيت وبالسلاح اللي معاها بتقدر تقتل الظل بتاع البنوته السمراء وبتروح علشان تقتل خلاص الظل بتاع البنت التانيه اللي هي البطله اللي غرقت. بس بطلنا بيحاول يمنعها بيقول لا انها طيبه او كده. فبنلاقي انها وقفت وانها مش عايزه تقتلها. تقول لبطلنا انا مش عايزه اقتلها عشان انت قلت لي ما تقتلهاش بس عشان في حاجه تانية. بنشوف ان الناس المنضره دي بتطلع موبايلها وبتشغل زي فويس كده لصوت البنت اللي هي المفروض انها ماتت غرقانه ديت وهي بتسجل لها تسجيل بتقول لها انت لازم ترجعي الجزيره بسرعه لان في كارثه بتحصل ولازم تلحقيها. فهنا بطلنا بيتصدم يعني النسخه الحقيقيه او صاحبته اللي هي الحقيقيه كانت عارفه كل اللي هيحصل دوت او كانت عارفه باللي بيحصل او بالظلال او الكلام الموجود دوت. فهنا الانسه المنضره بتقول له تقريبا هي كانت عارفه او كده. فانا جاي عشان اشوف ايه اللي بيحصل بس. فانا هنا هقف لحد هنا بصراحه لان حسيت ان انا طولت عليكم جدا مع ان الانمي لسه كتير ولسه في حاجات اغرب من كده بكتير. فانا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده ويا ريت يكون الانمي عجبكم ولو عجبكم يا ريت تقولوا لي. وان هو بجد حاسس ان الانمي ده مظلوم جدا ان محدش اتفرج عليه خالص تقريبا. بجد الانمي دوت عدته مرتين، مره اول ما نزل مره حاليا عشان حبيت ان احكي لكم واسجل الحلقه ديت. فلو عجبكم الانمي ومستنيين الجزء التاني الاسبوع الجاي ان شاء الله يا ريت تعملوا لايك. وكان معاكم كريم سليمان والسلام.